عليك لاي ما بيخسرش ولا عمره هيخسر. ازيكم عاملين ايه؟ احمد العوضي داخل الحلبة بيظهر وهو بيتدرب على الملاكمة. الحركات واللقطات تقنية المشاهد ان الشخصية دي قوية جدا جسديا وجاهز لاي تحدي. انا نمرة واحد يا كابتن، انا هلعب الماتش. العبارة اللي اتقالت انا الامبراطور، اللعبة تشير لشخصية واثقة جدا ومتمكنة. ابعد شخصية علي كلاي مش بس ملاكم، لكن في جانب انساني اجتماعي. وهكذا انا امبراطور اللعبة. إنسان اجتماعي بيهتم بالآخرين جدا، ممكن دار أيتام أو مساعدة الناس المحتاجة. ده بيخلي الشخصية متكاملة. ممكن نفس الشخصية، موضوع واضح جدا إن هو شخصية مهمة جدا، وإن الأحداث اللي بيقع فيها بتسبب له مشاكل، بتسبب له قواضي كتير، وإن هيبقى تحول كبير في الشخصية من علي كلاي الملاكم لشخص بيحارب وبيواجه ناس على الأرض، وبيتحول الشخصية من مجرد رياضي لشخص بيتحول مساره وبيقع في قواضي ومشاكل بسبب الملاكمة وبسبب أحداث كتير في المسلسل. بيتكلم عن فريق العمل المكون من درة وعصام السقا ويارا السكري. كل الفريق العمل اللي هيضيفوا أبعاد جديدة للصراع وأكشن ودراما اجتماعية، كل ده في تجربة جديدة جدا على العوضي اللي كان معودنا بالأكشن الشعبي. واحد غيرك يبوس ايده ووشه وضهر. بحب علي كلاي، وهتبقى في صراع بينها وبين يارا السكري على العوضي، وهي هنا بتقول له انت ما تعرفش انا مين. ده بنت فاتن الجوهري رضيت بيه واتجوزته. لولا ما كنتش هتبقى علي كلاي اللي الكل يهابه. انا اللي رسمت. وهي هنا بتقول لولا ميادة ما كنتش هتبقى علي كلاي. وهنا بتدل انها كانت بتدعمه وبتسنده في خطوات كتير في حياته، سواء في الملاكمة او في حياته الطبيعية. من كده ميادة هي شخص بنت رجل غني ذو منصب بتدعمه. يارا السكري اتعرفت عليه في صراعه مع ميادة. رجوعه لصراع تاني هنا تتعرف عليه، تبدأ أحداث الصراع بين يارا السكري وبين ميادة في أحداث المسلسل هي درة. الصراع هنا بيبقى على علي كلاي، والصراع بيبقى بين أحداث كتير نجومية تاني، سواء هو بيلاكم بطريقة شرعية أو غير شرعية، أو نزالات غير شرعية طبعا ضمن أحداث المسلسل. بس علي كلاي بيرجع لاسمه المعتاد، وهنا بيحصل تحول انه ما عادش بيحتاج لميادة سواء بالدعم النفسي او المادي. هنا بيبدا عنده ثقه في نفسه زياده عن اللزوم، والصراع بيبقى بين عصام السقا مع ميادة على احمد العوضي ويارا السكري، او مشكله بتخليه يسيب الملاكمه بس في لحظه بيرجع لها عشان ياخد حب أب. ما تنسوش لايك وسبسكرايب لتقديم الافضل لحضراتكم. اشوفكم فيديو جديد، سلام.